هل تعاني من تجمد الكتف والألم وتيبس الكتف؟ إذا هذا الفيديو مخصص لك. بالنسبة لتجمد الكتف، عادة ما نصف أدوية مسكنة للألم لتقليل الألم، كما نصف العلاج الطبيعي في المنزل، حيث يمكن للمرضى تمديد كتفهم بتمارين بطيئة واستعادة حركتهم. إذا لم ينجح ذلك، فعادة ما يتم وصف العلاج الطبيعي في مركز المتخصص. في مثل هذا العلاج يساعدك ذلك على تقليل الألم والحصول على أقصى حركة ممكنة بطريقة أكثر فعالية. إذا لم ينجح ذلك، فعادة ما يقوم الأطباء بإعطاء حقنة في المفصل والتي ستساعدك على تقليل الألم، وهذا يكون أكثر فعالية مقارنة بالعلاج الطبيعي فقط. إذا لم يساعدك كل هذا في علاج تجمد الكتف، فقد تكون مرشحا جيدا لجراحة تنظير المفصل، وهي جراحة بالمنظار بدون جروح كبيرة في الكتف. هذا يساعد حقا في إزالة أكبر قدر ممكن من التورم من الكتف، وهذا يساعدك إنه يعطيك نوعا من الدفعة لتعافي كتفك المتجمد لتقليل الألم، وأيضا للحصول على أقصى حركة في أسرع وقت ممكن. لذا من فضلك لا تعاني من تجمد الكتف، فهناك علاجات فعالة متاحة، لذا استشر أخصائي الكتف لهذه المشكلة. شكرا جزيلا لك.